بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بص حضراتكم، احنا فين؟ احنا في ابو سمبل، ابو السنابل. احنا قلنا سنبلة القمح، والجبال هنا في من مدخل ابو سمبل على بعد 47 كيلومتر، وانت هتشوف التلال الجبلية على شكل سنابل القمح. وبالزوني لما جاء هنا، في بعض الناس يقول لك في واحد كان هنا اسمه ابو سمبل. طبعا بالنسبه للتسميه، الناس اللي هنا عايشين في المدينه لقوا الجبال او الهضاب او الكثبانات الهضبيه الجبليه على شكل سنابل القمح، فقالوا عليه ابو سمبل او ابو السنابل. المنطقه كلها زي سنبلة القمح يعني. طيب ماشي. بص حضراتكم، احنا قدام تماثيل الملك الزعيم رمسيس الثاني، ولكن انت حضرتك لو بصيت في اي نقش لاي ملك من الملوك، هتلاقي دايما لما يصور على نقش جداري هتلاقي وراه ديل. فالديل ده سواء ديل الاسد او ذيل اللي هو الثور، فهو ايه؟ رمز القوة. يعني هو لما يصور نفسه وراه ديل يعني رمز القوة. طيب بالنسبة للتماثيل هنا، ايه صلة الذيل بالكلام اللي بنقوله ده؟ لانه ابن الملك دايما، اي ملك من الملوك بيحطه ما بين رجليه. يعني التمثال مصور، والامير اي امير هتلاقيه ايه؟ ما بين اقدامه. طب وما فيش ديل؟ لا ما فيش ديل. لكن حضرتك في معبد الكرنك في تمثال اللي هو بتاع تحتمس الثالث وبتاع امنحتب الثاني، هتلاقي الذيل واضح يعني ما بين الاقدام كنقش للتمثال. لكن هنا بص حضرتك، بيخلوا ابنائهم الامير هو رمز القوة. احنا قلنا الذيل رمز القوة، ماشي؟ يعني لو حد سألك قال لك طب ليه الامير بيصور على شكل ذيل، لا مؤاخذة، على شكل تمثال صغير ما بين الاقدام، هتقول له مباشرة لان هو هنا في محل الذيل اللي هو حاجة تصويرية كده تمثل القوة. القوة يعني هو امتداد ليه. يعني هو ده الامير ده اللي هو بيصور بشكل خصل الشعر جانبية، سواء امون مس او خائم واسط او امون خبشاف، كل اسماء زي كده. يعني هم كانوا كتار يعني. ابناء رمسيس الثاني كثر، اولاد الذكور. ده مريم بتاح لما حكم بعده كان ابنه رقم 13 من اولاده. طيب ماشي، يبقى هو بالنسبة للامير على حجم صغير، تمثال صغير ما بين رجليه. هنا رمسيس الثاني. طيب في اي تماثيل اخرى هتلاقي اللي هو الامير ما بين الاقدام، ده امتداد للقوة. يعني هو محل الذيل. يعني هم لو ما فيش الامير ده هيجسدوا ذيل كده، الديل ماشي اللي هو على النقش الجداري بيصور كذيل وراء. لكن هنا الابناء او ابناء رمسيس يعني احلالا مكان الذيل، يعني هم رمز القوة. طيب وزوجته وامه؟ زوجته وامه باحجام صغيرة ليه؟ ودول ديل كمان؟ لا 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 لا, لا. الاحجام الصغيرة للتماثيل العائلية ده علشان خاطر هو نفسه لما في العالم الاخر الروح الباء تجيله وتدخله تتعرف على تماثيله، ما تروحش وتخطأش الطريق وتروح لحد تاني، حتى لو كان من عائلته، حتى لو كانت نفرتاري نفسها. لكن هناك صورها في معبدها الصغير هناك، فصورها هي في نفس الارتفاع او في نفس الحجم، لانه هناك ده خصوصية معبدها هناك، معبد نفرتاري، واللي هي تصور كحتحور، فصورها على شكل بتاج حتحور
ولكن هي نفرتاري، شكل نفرتاري، ويعني هو كأنه هو حورس ونفرتاري حتحور. هنا في النص فوق راح حورختي، طبعا رمز إله الشمس. وهنا الشمس بتشرق يومين في العام، تدخل فين؟ جوا قدس الأقداس. وزي ما شرحت أنا مرارا وتكرارا، اللي بعض الناس يقول لك يوم الحصاد ويوم ميلاد الملك ويوم تتويجه على العرش. طبعا احنا قلنا كتير انه اي معبد بيتبني هو عبارة عن ايه؟ عن اي رسمة فيه لها مدلول ديني، لها مدلول ديني. اي رسمة، اي نحت، اي حاجة لها مدلول ديني. فهو مش معقول خالص انه الشمس تشرق وتدخل وتمر على حورختي في قدس الأقداس وعلى رمسيس وعلى أمون رع وتتوقف عند فين؟ عند بتاح. البتاح ده كان إله الظلام أو إله الظل، فكان الشمس طبعا ولا زالت توقف عند بتاح. يبقى الشمس بتشرق مرتين وتدخل قدس الأقداس. كانت 21 نوفمبر، أصبحت 22 نوفمبر. كانت 21 أكتوبر وأصبحت 22 أكتوبر. ده طبعا لما تم إحلال وفك المعبد من المكان الأصلي ورفعه هنا في المكان الجديد. كل سنة وانتم طيبين، متعكم الله بالصحة والعافية.